صار لي فترة الشاشة مالت البيسي مالتي ما عاجبتني فيعني قررت انه اغيرها. طبعا اني استعمالي للبيسي استعمال كلش بسيط، يعني استعملها للمونتاج ومرات كلش قليلة استعملها بالالعاب. اني الشاشة اللي عندي يعني اوكي تفيد بالمونتاج، بس بالالعاب مو ذيك الاستفادة، خصوصا انه الارتزاقية مالتها ناصية. على العموم قررت انه ادور على شاشة جديدة وتكون يعني مثل ما قلت لك كان استعمالي بسيط، فما اريدها فد شي اوفر كيل، اريدها شغلة مواصفاتها حلوة وسعرها مناسب. فالمهم قررت ظليت ادور، لقيت هواي شاشات باكثر من مكان اكثر من موقع، وطبعا لقيت هواي شاشات مختلف المواصفات مختلف الاحجام. بس الشغلة اللي يعني ضوجتني انه المواصفات اللي ردتها الاسعار كلها مبالغ بيها، واسعار ما عجبتني، ويعني ما لقيت الشي اللي اريده بالسعر يعني المناسب. فعلى العموم عندي ولد من اصدقائي قال لي على شاشة من MSI اللي هي الاوبتكس الجي 273. طبعا هذه الشاشة مواصفاتها كلش حلوة، بعدين راح احكي لكم على مواصفاتها، بس يعني بالفعل من اقوى الشاشات بالسعر مالتها. مثلا عندك 165 هرتز، تقدر تكسر السرعة مالتها 1 ملي سكند، الجودة مالتها تعبر حتى ال 2K. المهم قلت اشتريها لو لا لو اكو غيرها، فظليت ادور المهم مليت، قلت اوكي خلاص راح اشتريها وخلينا نشوف شو راح يصير. اوكي شباب، واخيرا وصلت الشاشه وصلت، وانت بعدك ما مسوي لايك سوي لايك واشترك بالقناه. اذا بعدك ما مشترك اليوتيوب يكتب لي 3/4 يشوفون الفيديو ما مشتركين بالقناه ولا مسوي لايك. على العموم سوي لايك حتى ما تفاشل باليوتيوب. المهم وصلت الشاشه هاي الاوبتكس، وهذا اسمها القصير، ما اعرف لو مختارين اسم اطول بعد. طبعا حبيت اشوفكم الانبوكسنج مالته والشغلات اللي تجي وياها. صراحه كلش عجبتني من ناحيه يعني خامات تصنيع، وهذه القاعده مالتها قاعده كلش قويه وبيها وزن، والعلم انه الشاشة تقدر تفرها 360 درجة. طبعا الشاشة 165 هرتز، تقدر تكسر السرعة الهرتزية مالتها 1 ملي سكند، وايضا شاشة الريزولوشن مالتها 2560 ب 1440، يعني تقريبا اكثر من 2K. وهاي باقي الامور اللي تجي ويا الشاشة، الباور سبلاي، الكيبلات، HDMI، وهذا كتيب الارشادات، وهذه البراغي. ومثل ما قلت لكم الشاشة ماكو هيك مواصفات بهيك سعر كلش قليل. طبعا هاي العلم مثل ما قلت لكم سعرها 410 ألف، والسعر للمتابعين خارج العراق راح اكتب لكم اياه على الشاشة. 410 ألف صدقني مو هواي على هاي الشاشة وعلى هاي المواصفات. وبالنسبة للألوان فراح تتفاجئون وراح تنصدمون مثل ما انا انصدمت، لأن الألوان مالتها يعني فد شي تحفة، يعني لوحة فنية. بعدين راح اشوف لكم اياه. وهاي كل المنافذ اللي تجي بالشاشه وما تحتاج اكثر من هذا. على العموم خلينا نفحص الشاشه ونشوف باقي التفاصيل. اوكي حبايبي، ومثل ما تشوفون هاي الشاشه كملتها، شديتها وشديت كل شيء. الشاشه حلوه انه كلش خفيفه، الوزن كليته بالستاند. انا بالنسبه لي انه ضروري الشاشه تكون 360، انا دا احكي عن نفسي. الشغله الثانيه انه ضروري الشاشه تكون تقدر تتحكم بالزاويه مالتها. الزاويه اللي اقصد بها زاويه الرؤيه، يعني تقدر انه تقدم الشاشه لي قدام او تقدر تاخرها لي ورا. هذا الشيء راح يفيدك انه مهما تكون قعدتك راح تقدر تشوف الشاشة بزاوية رؤية يعني ممتازة. اللي اقصد بيه انه تقدر مثلا تقدم الشاشة من جوا او تخليها مثلا داخلة شلون نقول من الاسفل. فهذا الشيء حلو راح يساعدك انه مثلا تقدر تتحكم بزاوية الرؤية. وطبعا التكستشر مالت الشاشة فشي كلش حلو، ومثل ما قلت لكم انه الماتيريال مالتها جدا محترم. وشوفوا لي هاي اللوحة الفنية، يعني هذه انا اذا ناشرها طقيت صورة ودزيتها لصديقي، ما عباله انه انا الصورة ماخذها للشاشة. ومثل ما تشوفون طبعا للعلم انه التصوير كلش جاي يظلم الشاشة، انا الشي دا اشوفه بعد اوضح. ومثل ما تشوفون زاوية الرؤية والشاربنس وحتى التشبع مالت الالوان. هذا الفيديو انا مجربه بشاشة ثانية ماكو اي مقارنة. وطبعا الشاشة الحلو انه من تكون مثلا شاربنس مالتها مضبوط، هذا الشيء همين راح يفيد بالالعاب. هذا الشيء راح يفيد مثلا اذا لعبة بيها مثلا فد خلينا نقول انه انمي او مثلا العدو مالتك بعيد، راح تشوفه بشكل اوضح، راح تنتبه عليه اسرع. ومثل ما تشوفون الالوان، طبعا الفيديو قدامكم، ومثل ما قلت لكم انه الفيديو كلش ظالم الشاشة، الصورة بعد اوضح بالفعل. وهذا الشيء كلش يعني فادني، ويعني جدا تفائلت بهاي الشاشة. يعني راح تفيدني مو بس بالمونتاج حتى بالالعاب. وطبعا الاكيد انه الشاشة كل ما تكون الوانها افضل، هذا الشيء راح يفيدك بالمونتاج من تجي تسوي مثلا كلر كوركشن او شغلات من هذه يعني من هذا القبيل. وطبعا مثل ما تشوفون اللعب للعلم انه هاي GTA الفي انا ما خالع على اعلى جرافيك. ومثل ما تشوفون يعني صراحة تونست كلش بهاي الشاشة يعني للامانة. وهذا هنا نزلته بس على مود شوية، يعني قلت له بس من رخصتك انا ودي نصور، قال لي يابا مو مشكلة. توعدت وياه الجسر ارجع له السيارة. وطبعا مثل ما تشوفون ومثل ما قلت لكم يا شباب الشاشة سعرها 410 ألف.
ولا تنسون تسوون لايك للمقطع واشترك بالقناة اذا بعدك ما مشترك، والاهم من هذا انه فعلوا الجرس لان الاشعارات فد مرة واقعة بالقناة. وهسه اترككم ويا تجربة اللعب. Yes. I'm following you. Here they come! تقدر تلعبها توصل كلش حلوة.